فرنسا تتراجع عن القيود المفروضة على التأشيرات. أكد السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكوتي أن فرنسا رفعت القيود المفروضة على إصدار تأشيرات المغاربة. وشدد الدبلوماسي الفرنسي في مقابلة مع إذاعة راديو 2M على أن كل من يستوفي الشروط اللازمة للحصول على التأشيرات سيحصل عليه دون تعقيدات. وأوضح السفير الفرنسي أن عدد التأشيرات الصادرة خلال السنة الجارية ستعرف زيادة بنسبة 80% مقارنة بالسنة الماضية. واعتبر المتحدث ذاته أن أزمة التأشيرات كانت خطأ وأن بلاده فرط كثيرا في علاقاتها مع المغرب، مؤكدا أن المغاربة شعروا بالإهانة بسبب فرض قيود لحصولهم على التأشيرات. ويذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت في 28 شهر 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيه.